السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده قررت ان انا اعمل لكم العيش الفينو من غير لبن. زيت عندك من البيت، زيت تموين، يعني يبقى سهل عليكي وعلى قد ايدك، تقدري تعمليه في اي وقت لولادك من غير ما تكلفي نفسك فوق طاقتك. هنبتدي كده بسم الله. معانا كيلو من الدقيق، كيلو بالظبط، وهنشوف الكيلو ده هيفرق معانا قد ايه وكده. انت لو ما عندكيش، انا بحب استخدم الخميره العجين، الخميره العجين. فانا حط خميره قد ايه؟ حوالي معلقتين بالمعلقه اللي هي بتاعه الاكل العاديه. يعني من القالب كده خدت معلقتين وما يكونوش مليانين قوي. نص كوبايه سكر. لو انت عايزه زياده حبه يعني تلتين كوبايه مفيش مشكله. خلاص. عايزه اقل من كده مفيش مشكله برضو. انا عندي معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص. ومعايا زيت التموين تلتين كوبايه، يعني هي مش يعني تعتبر بالنص، بس زياده عن النص حاجه بسيطه. انا هعرفكم ليه الحاجه البسيطه ديت. انا هحط النص بالظبط في العجين، بس هسيب حاجه بسيطه في الكوبايه. دي الكوبايه يا جماعه اللي انا معايا بها الدقيق، بحيث ان انا الم بها العجينه في الاخر. حاجه بسيطه من غير لبن من غير اي حاجه. هنبتدي بسم الله. انا هحط دلوقتي حوالي كوبايتين كده، كوبايتين من الميه. حوالي كوبايتين من الميه. خلاص. خلاص حوالي كده كوبايتين من الميه. طيب انا هحط في الكوبايتين اللي في الميه دول ايه؟ احط فيهم السكر وادي الايه الخميره. خلاص. وهقلبهم كده. انا مش حاطه الملح دلوقتي خالص. انا بقى هقلبهم كده مع بعض وايه وهسيبهم كده دقيقه مع بعض كده وارجع لكم تاني. خلاص. خلاص انا قلبت الخميره كده في الميه ما شاء الله. عامله هتحسي ان هي ايه، عامله زي ايه، من جنب كده شايفين عاملين تعتبر زي شفت الريم كده اهي. دي يعني معاك الخميره ما شاء الله ناجحه، والخميره حلوه بتاعتك، ما هيش قديمه ما هيش بايظه، ما فيش فيها اي عيب. ممكن تحط الخميره الفوريه، بس انصحك ان الخميره الفوريه لابد تعملي لها الاول اختبار، يعني تعملي فيها الدقيق ده. انا بحط دلوقتي 5 معالق دقيق، ماشي، من الكيلو بتاعنا، من قلب الكيلو بتاعنا، واقلبه. ولو انت انا وقت عشان في الصيف ما حطيتش ميه دافيه، انت الوقت اللي في الشتاء هتحطي ايه؟ الميه تكون فتره دافيه كده، ميه دافيه كده زي دم العين. خلاص. انما احنا هنا في الحر، فعادي ان انا احط ايه، ان انا احط عادي ميه من الحنفيه عادي. خلاص. ميتنا عاديه خالص. انا بس بعرفكم لو انت حابه ان انت دلوقتي هتختبري الخميره هتعملي فيها ايه. هتعمليها كده، هتحطي فيها 4 معالق دقيق، 3 معالق دقيق، على حسب ما انت عايزه، على حسب الكميه. انت لو هتعملي نص كيلو دقيق حطي له معلقتين، حطي معلقتين واختبري، اختبري ايه خميرتك قبل ما تحطي اي حاجه. لان اهم حاجه يا جماعه في العيش الفينو ان الخميره تكون ناجحه، تكون كويسه. فدلوقتي انا هسيبها مع بعض عشان اوريكم وايه، وهنرجع مع بعض تاني. شايفين ما شاء الله الخميره تفاعلت ازاي؟ شايفين القوام بتاعها بدأ يتقل. الفقاقيع اللي فيها ديت والرغاوي اللي طلعت على الوش ديت بتثبت لك ان الخميره ناجحه معاكي 100%. يعني تبدأي عجين وانت مش خايفه. عملنا ايه؟ كوبايتين من الميه عادي، عليهم نص كوبايه سكر، عليهم معلقتين من الخميره. على حسب رغبتك انت ممكن انت تحطي الخميره الفوريه، يعني تقريبا كيسين من اللي هي الكيس الصغيره دي. خلاص. طيب معانا الزيت، مفيش لبن يا جماعه، مفيش اي حاجه. طبعا نص كوبايه زيت اهي. انا هسيب الحبه اللي قلت لكم عليها، وريهم يا ندى، حبه دي بس عشان الم فيها العجينه في الاخر. خلاص. معايا بقى بقيه الدقيق اللي انا خدت منه 4 معالق او 5 معالق تقريبا من ايه، على الخميره، بس عشان ان انا بجربها. وفي الشتاء نحط الميه بتاعتنا تكون يعني دافيه كده. فاهميني ازاي؟ يعني تحطي فيها صابع ايديكي كده تستحمليها. خلاص. انا نزلت بالدقيق بتاعنا اهو ما شاء الله، الكيلو بتاعنا. خلاص. هبتدي بقى ايه ان شاء الله عجينه على طول. معايا ايه؟ المعلقه الصغيره من الملح ومعلقه من البيكنج باودر. ولو مش حابه تحطي البيكنج باودر ما تحطوش خالص، كفايه عليكي اول خميره. هبتدي دلوقتي عجين ما شاء الله. لو احتاجنا ميه احتاجنا، ما احتاجناش يبقى خلاص. هي الكميه بتاعتنا كده جميله. يعني عشان انا ما بحبش الحاجه تكون سايبه، بحبش الحاجه تكون مرقه كده. انا عايزه اعجنها واشكلها زي ما انا عايزه، واتحكم في عجينتي زي ما انا عايزه. خلاص.
تقريبا انا هحتاج كمان نص كوبايه ميه مع بعض، واحده واحده اهي. واعجنيها ولتيها قوي، تتعجن وتتلت جدا يعني. بصي على قد ما تقدري اعجني عجينتك يعني زي ما انت عايزه. ممكن تقعدي تعجني فيها نص ساعه مفيش مشكله، كل ما تعجنيها بتزيد حلاوه على فكره. والعرق بتاعها كده تلاقيه بقى معاكي مطاط وجميل. خلاص انا هزود بقى ايه تقريبا نص كوبايه ميه. على فكره انت اعملي بالكوبايات، لان انا على بحكم ان انا بشتغل يعني في العجين وكده، خلاص انا اتحكمت في ايدي واتحكمت في العجينه وببقى عارفه انا بحط ايه وبعمل ايه. انت عايري كوبايات عشان تبقي ماشيه صح، واعملي بالايه بالكوبايات بالمعيار. فانا هعجن واخلص كده وهوريكم ازاي هحطه امتى الحبه اللي انا سايباهم عشان ما اطولش عليكم. ما شاء الله دلوقتي انا هحط نقطه الزيت. طب انت بتحطي نقطه زيت ليه ما حطيتيش الكميه كلها مع بعض؟ هقول لكم ليه انا ما حطيتش الكميه كلها مع بعض. انا سبت نقطه علشان انعم بيها العجينه في الاخر، واعجنها تلم معايا العجينه وتنعمها وتديها لمعه. تديها ايه؟ لمعه. كل شيء يا جماعه تعمليه بتكاتها كده بحركات بتطلع معاكي جميله جدا جدا. صدقيني يعني عن تجربه ما شاء الله. لا تقولي لي لبن ولا تقولي لي بقى تكلفه ولا اي حاجه، تعملي احلى عيش فينو وطعم العيش الفران بالظبط. وان شاء الله هيبقى معانا جميل زيكم بالظبط. وحشني 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 مهما اقول لكم. غبت عليكم طولت، معلش طولت الغيبه. انا عايزه بس منكم طلب ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يقف جنبي ويرزقني الخير وينصرني على من يعاديني، وقولوا يا رب. وربنا يخليكم ليا. وان شاء الله اما ربنا يكرمني واقدر ان انا يبقى عندي كده متابعين ياما، ان شاء الله هبقى واقفه جنب الناس. يعني اللي عايز يفتح قناه وان انا اقدر ادعمه هقدر ادعمه طبعا. هيبقى لوجه الله ان شاء الله. ربنا معايا، ادعوا لي وربنا يخليكم ليا ما انحرمش منكم. دايما ببص على كومنتاتكم الحلوه وعلى قلوبكم الحلوه وعلى روحكم الحلوه. يا رب ارزقنا ويرزقكم الخير يا رب، قولوا امين. هخلص عجين كده واوريكم العجينه بعد ما انا عجنتها بنقطه الزيت اللي انا سبتها دي وايه، وهنرجع مع بعض تاني. العجينه بتاعته بقت ناعمه وتحس ان فيها لمعه كده وجميله من ايه، من نقطه الزيت اللي انا حطيتها. خلاص دلوقتي انا هغطي. انا ما بحبش الحاجه تخمر قوي، انا مش هخمره بقى زياده عن اللزوم وارجع اهبطه وارجع اسيبه يخمر. لا 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 كلام فاضي. انا مش هسيبه يخمر قوي، يا دوبك يعني الخميره تتفاعل فيه وهبدا اشكله على طول وهعمله العيش الفينو بتاعنا الجميل يا جماعه ان شاء الله. لان الخميره زياده عن اللزوم بتهبط العيش وبتخليه ماهوش حلو. خلاص فاحنا هنسيبه دلوقتي تقريبا 10 دقايق وهنرجع مع بعض تاني. هتوحشوني الحبه دول بتوع العشر دقايق. والله انا بقعد 3 ايام او 4 ايام، قعدت تقريبا 4 ايام ما صورش. بجد بجد حسيت بالقهر ان انا ازاي ما اتكلمش معاكم، ازاي ما اشوفكوش، ازاي ما ادورش على كومنتات حلوه بشوفها. ما شاء الله شايفين والله العظيم ما كملت 10 دقايق وشايفين العجينه بتاعتنا. طبعا انا هعمل بقى اقرصه زي ما انا عايزه. شكلي عجينتك زي ما انت عايزه، ممكن تعمليه صغير عن كده على حسب رغبتك انت وعلى حسب ما ولادك عايزين يعني. يعني بياكلوا ازاي. بدل ما تقسمي ممكن بدل ما تقسمي الرغيف 2 ممكن تعمليه صغير شويه على حسب رغبتك انت. خلاص شايفين ما شاء الله، شايفين ازاي العجينه بتشد معانا ما شاء الله جميله. ما شاء الله حاجه كده جميله. ما شافوش تاني. لا العجينه يعني شايفين العجينه ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. وبعدين طبعا بتستعملي بدقيق فينو. دقيق فينو نوعيته نظيفه، استخراج 72%، بس يكون نوعيته نظيفه. في استخراج 72% وتلاقيه نوعيته مش نظيفه يعني مجرد اسم بس. خلاص فانت تعملي بنوعيه الدقيق يكون نظيف معاكي علشان تستخدمي حاجتك تبقى معاكي حلوه. لان العرق مهم جدا جدا، عرق الدقيق مهم جدا في العيش الفينو. خلاص هخلص كده وهرجع لكم يا حبايبي. انا خلاص قرصته اهو يا جماعه، او مثلا كورته زي ما انت عايزه. ممكن تعملي كده وتقطعي منه بالسكينه مفيش مشكله. وتغطيه كويس. اهم حاجه ان انت تغطيه. كل مره اقول لك العجين ما ينشفش منك وما يعملش وش كده ان هو ناشف تيجي تعمليه يبقى وحش معاكي وما يبقاش كويس. انما لما تغطيه بيزيد ايه، بيزيد حلاوه وتلاقي عجينتك كده طريه وجميله وملمسها جميل كده. خلاص هنشكل مع بعض اهو واوريكم. شايفين انا بقى مستعجله ومش عايزاه ياخد معايا حاجه، اعمله بقى على المكنه بتاعتي اهي.
على المكنه بتاعتي، واقوم عاملاها على الدور التاني كده اهو. اعمل على الدور التاني على المكنه بتاعتي، مش هياخد مني اي حاجه خلاص. واعمل التانية اهي. هعمل بقى على الواحد اهو، وارجع اعمل ايه درخره معايا ثواني كده في دقيقه، مش هاخد مني حاجه. واقوم جايبه على الايه التاني اهي. بس هم حسب الارقام عندهم بقى. على حسب بقى الارقام اللي عندك ممكن تعمل عليها ايه. طيب الرغيف اللي انا عملته معايا عايزه اكبره شويه عشان ما يبقاش تخين اهو. الله الله جميل اهو. جميل اهو، ولا نشابه ولا خبازه ولا اي حاجه خلاص. عايزه ادوره زي ما انت عايزه. خلاص هو معانا على المكنه اهو ما شاء الله. كل ما بترقيه وكل ما يكون قفلاته يعني ما شاء الله، يعني تعملي له تلفيه كده، كل ما يبقى خفيف وجميل. بس اهم حاجه عشان الهواء، عشان الهواء يا جماعه، مش عايزاه يبقى جواه هوا. تقفليه حلو، تقفليه حلو خالص اهي. واجي هنا كده واقفل القفله بتاعتي شايفين اهي، واتك عليه. خلاص انا قفلتها حلوه واتك عليه خلاص اهو. هو ما شاء الله شايفينه رفيع. هو الوقت بقى الخميره بتخليه ما شاء الله. واجي على صينيتي كده واحط يبقى بينهم وما بين بعض ايه الفرق بينهم وما بين بعض خلاص. واعمله اهو على المكنه، بس بقوم جايه نازله على ايه على اقل درجه خالص في المكنه اهي. في ثواني اعمل الثلاثه مع بعض، الاربعه مع بعض، ما يلحقش ينشف مني، ما يلحقش مثلا يعني يبوظ مني ولا اي حاجه. ومن غير خبازه، ما عندكيش خبازه، ما عندكيش نسيبه، وانت عندك الوقت مكانتك مساعداكي، ولا نشابه ولا حاجه خالص اهو. واقوم غير خبزه اهوت عشان انا مش عايزاه يخمر ورايا قوي الخمر اللي هو، وفي نفس الوقت ما انامش عليه واسيبه يقوم ناشف مني. اللي انا عملته ينشف مني. شايفين الجمال؟ هعمل بقى على التلاته اهي علشان انا عايزه ايه اكبره، عايزاه يكبر معايا على المكنه اهو. وهحط اهو خلاص. وهاجي على دي برضو. شايفين الجمال؟ انا عامله بالتلاته مع بعض اهو. شايفين؟ هقفلهم ادرب عليهم، هقفلهم مع بعض في دقيقه. شايفين اهي؟ شايفين الجمال اهو. شايفين الجمال اهي. في ثواني تكونوا مخلصه العيش الطويل، ما ياخدش منك 10 دقايق، والله ما ياخد منك 10 دقايق. مفيش حاجه تخوف، مفيش حاجه كاني يعني سيبيها بس على الله كده، وابدأي بسم الله وتوكلي على الله واعملي حاجتك. ادي الرغيف يتقفل كويس. ادي الرغيف يا جماعه اهو، الرغيف معانا اهو. يا سلام يا سلام على الجمال. شايفين؟ هبتدي اهو اعمل دي اخري اهو ما شاء الله، واتك هنا كده عشان الهوا بس اهي. واهو ادي رغيفي، وهاجي هنا كده واقفل. شايفين اهو يا جماعه؟ شايفين الجمال اهو. وقفلت رغيفي حلو عشان الهوا ومفيش اي مشكله. هاجي على دراخري اهو ما شاء الله. في 5 دقايق، اقل من 5 دقايق كنت انا عامله التلاته بتوعي مع بعض. وما تخافيش من حاجه، وان شاء الله ايه الدنيا تمام، يعني الامور تحت السيطره. ايوه كده اضحكوا خلاص. شايفين الجمال؟ يا سلام يا سلام والله. الواحد ساعات كده بيحس ان هو مبدع والله اهو. ده الرغيف بتاعنا خلاص. وادي الرابع اللي احنا عملناه مع بعض. تكه كده. اهم حاجه يا ولاد، يعني بصي اهم حاجه يا جماعه الخطوه دي. انا كنت اقول يا ولاد لان انا بقول دايما لاولادي، معلش انا اسفه طبعا، غلطه لسان طبعا. انتوا عارفين لخبطت الولاد بقى وطول الليل، ولا المدارس داخله ربنا يسترها. صدقوا بالله انا خايفه من المدارس ديت،
يعني انا عارفه المتاعب اللي الامهات كلها بتشوفها والمتاعب اللي احنا بنشوفها من ورا عيالنا. يعني ما كنتش اقوم قبلها بساعتين ثلاثه يعني ازعق كده واقول يلا اصحوا مش عارفه ايه، ماما صحينا النهارده خلاص. هنعمل اهو، شايفين ما شاء الله اللي انا عملته؟ شايفينه ما شاء الله ان شاء الله. يعني في بدأ يخمر معانا اهو. احنا ايه هنخلص كده عشان خاطر ما اطولش عليكم. وعلى المكنه يا جماعه زي ما قلت لكم والله العظيم لا بغشكم ولا اي حاجه، على المكنه وبعمله في دقيقه مع بعض. يعني قدامهم اهو ما شاء الله. يعني شوفي انا خبزت ايه خلاص 4 مع بعض اهو، خبزت ال4 مع بعض. ادي العيش الطويل، العيش الفينو اللي احنا مستصعبينه ونقول ايه احنا لسه هنعمل، احنا لسه هنقوم 4 مع بعض اهو ما شاء الله. شايفين ادي ال4 اللي مع بعض اهو اهو. شايفين الجمال؟ سيدي يا سيدي على الجمال والله. شايفين اهو. وارجع اعمل بقى على 3 على حسب المكنه عندك. انا بعمل على اللي هو القليل اقل حاجه، يعني على حسب المكنه عندك هي اتجاهها ازاي. خلاص وبعدين تعبناها كويس وخدناها كويس. عامله معاكي العجينه ازاي؟ اكنها ما شاء الله تشكليها زي ما انت عايزه. ادي شايفين الجمال؟ ادي ال4 بتوعي في دقيقه، في دقيقه يا جماعه، في دقيقه في دقيقه. اهم حاجه تقفلي دي كويس، اوعي تنسيها، اوعي تنسي تقفلي دي اهم حاجه. واجعل بقى على هديه كده واقفلها خلاص، ودي رخره واقفلها. ادي العيش الطويل يا جماعه، ادي العيش الفينو. خلاص هخلص كده بقى عشان ما اطولش عليكم ونرجع مع بعض. شايفين ما شاء الله؟ شايفين جماله؟ شايفين كان رفيع خالص ما شاء الله، اتنفش ازاي وجميل. وعلى فكره انا ما سبتوش يخمر كتير، يعني هو تقريبا نص ساعه بالظبط. انا بقول لكم بالظبط بالظبط، يعني معلومتي خدوها مني على طول واشتغل ما شاء الله. شايفين انا عامله ايه؟ ممكن تحط حليب او يعني لبن على حبه سكر وتعملي مفيش مشكله. ممكن تحط ميه على حبه سكر، لو انت عندك نسكافيه حبه نسكافيه صغيرين خالص على حبه سكر على حبه ميه اهو. شايفين؟ مش عايزه تعملوا له حاجه خالص مفيش مشكله، وبسيط خالص. انا مش عايزاكي يعني بصي عشان الرغيف حاجه بسيطه خالص عشان الرغيف الخمر بتاعه ما ايه، حاجه بسيطه عشان الخمر بتاع الرغيف ما يتعملش معانا، يسقطش معانا، يفضل محتفظ بخمره. خلاص اهو يا حبيبتي، واحده 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 واحده. واللي عايزه اي حاجه تقولي بس في الكومنتات وانا ان شاء الله معاكم. احنا مع بعض هنعمل كل جديد وهنعمل كل حاجه. ما تخافيش من حاجه وسيبيها على الله، سيبيها ايه على الله. خلاص وما تحرميش ولادك من حاجه، تحرميش ولادك من اي حاجه. اعملي كل حاجتك في بيتك من غير ما تخافي ما شاء الله. شايفين الجمال؟ وعلى المكنه والله من اول واحد لاخر واحد في ثواني، ما خدش مني 10 دقايق. طبعا انا الصواني بتاعتك مني بسوي فيها على طول، انا لسه مسويه فيها فطور الصبح الجماعه. انتوا عارفين ان انا بشتغل في الحاجات دي وقايله لكم كم مره. طبعا الثواني مش محتاجه ان انا ادهنها ماده دهنيه لا زيت ولا سمنه، انما انت علشان خاطر استعمال خفيف استعمالك انت خفيف ادهني حبه زيت صغيرين كده برده بالفرشه اللي معايا ده اهي، حبه زيت صغيرين تدهني بيها ما شاء الله، وتشتغل على طول. والمكنه عندك تعملي على طول، مش هتاخد منك 10 دقايق في دقيقه على المكنه ما شاء الله. في ثواني، في ثواني هتعملي، في ثواني مش هتاخد منك اي حاجه. خلاص احنا معانا اهو الفرن ما شاء الله. كفايه ندى خلاص، الفرن خلاص ما شاء الله. يعني انا ايه الناحيه التانيه طفل مش عارفه الولاعه فين. طب افصلي كده على مائده الفرن من الناحيه التانيه.
في الفرن اهو يا جماعه، حطيته في الفرن. طبعا انا مولعه الفرن من قيمه 5 دقايق، علشان اما احطه في الفرن على طول يبقى الصهد بتاع الفرن شغال معانا، يعني ما يصفطش، بالعكس يحتفظ على قوامه، لان انا حاطه فيه بيكنج باودر والخميره بتاعته، يبقى هو الفرن معانا الحراره بتاعته ما شاء الله تبقى مظبوطه، وان شاء الله يطلع معانا احلى عيش فينو. ربنا يخليكم ليا. هخلص كده واطلعه من الفرن وهوريه لكم. شايفين جماله ولونه وجماله ما شاء الله، حاجه تحفه. لا تقولي لي بقى اروح اشتري من الفران ولا كاني، وحاجه بسيطه وسهله وريحته جميله جدا جدا، والله احسن من اللي انت حاطه عليه لبن، وريحته حلوه وفرحت ولادك. بس احنا بقى هنغطيه، دي خطوه مهمه جدا جدا جدا، ان انت تغطيه كده عشان يطرى معاكي وتسيبيه. والوقت انا هفتحه ليكي وهتشوفيه. بس الخطوه ديت احنا اول حاجه يطلع من الفرن احنا نعملها. خلاص طبعا انا ما عنديش الكيس كبير ان انا اغطي بيه، فطبعا انا مجهزه نفسي بالكيس دي، ما تقلقيش حتى لو مسكت ما تقلقيش طبعا. وكمان خلقه اهي معانا، او ممكن فوطه وتغطي بيه وتسيبيه شويه. خلاص طبعا هسوي التانيه برضو هوريها لكم واحنا مع بعض وخطوه بخطوه. الصينيه التانيه معانا اهي، برضو هنعملها كده دهنه بسيطه عشان الخمر اهم حاجه، احسن تهبطوا الخمر بتاعه اهي. الدهنه دي مهمه جدا، لو عايزاه تسيبيه عادي مفيش مشكله، معاكي ده ومعاكي ده على قد اللي عندك في بيتك. ممكن تحط ميه على سكر بيلمع وشه كده، تلاقي وشه كده في لمعه كده جميله والله. خلاص مع بعض يا حبايبي، واحده واحده. دي تاني صينيه. نشوف الوقت الكيلو فرط لنا قد ايه واحنا مع بعض. خلاص شايفين ما شاء الله، انا شايفين دلوقتي انا غطيته شويه عشان يبقى طري. شايفين معانا، شايفين يا جماعه، شايفين قعره، شايفين حلاوته. هو سخن طبعا عشان تتلسعيش. استنى شايفين الطراوه بتاعته. الله تسلم ايدك يا بنتي يا لبنى، والله العظيم. انا بصوا، انا كان المفروض عليا يبقى عندي مطبخ كبير معمول في الاذاعه والتلفزيون واقعد بقى بدح فيه، بس يلا بقى ارزاق والله، هنعمل ايه؟ بس كل واحد باخد نصيب. وما شاء الله شايفين من جنبه، شايفين والله لا تقولوا لي عيش في افران ولا احسن اي شيف. انا شيف على قدي يا جماعه، ومطلعه احلى عيش ممكن تاكليه تعمليه لاولادك المدارس. طبعا بنتي مش راضيه تجيب لي الصوره بتاعتي، لان انا عملت التحصيبه بقى وقلت لازم اجهز للعيش الفينو. خلاص هنطلع التاني مع بعض وهوريكم يا حبايبي. واوعوا تنسوا اللايك والاشتراك، بالله عليك كل يشوف الفيديو ده يشترك، وهو ليه نصيب في الخير لما يشترك ليا كده، ليه نصيب في الخير ان شاء الله، وربنا يوسع عليه ويديله الصحه والعافيه. شايفين ما شاء الله كيلو فرط معانا قد ايه. دي طبعا الصينيه الثالثه. طبعا انا اهم حاجه خطوه عندي ان انا اغطي، زي ما قلت لكم لازم اغطي وشه كويس جدا، ده اهم خطوه. ليه؟ بيطرى كده وبيبقى معاكي جميل. خلاص شايفين يا جماعه بيزيد حلاوه والله. احنا غطينا الصينيه التانيه معانا اهي، وايه الصينيه التالته اللي ان شاء الله هنحطها في الفرن. شايفين قوامه جميل وجميل ما شاء الله. شايفين الجمال؟ الله على الجمال يا بنتي يا لبنى، الله عليكي كده. اما تعملي كده وانتي زعلانه، الحمد لله انا عامله الفيديو والله يا جماعه، ادعولي. وانا طبعا الحمد لله على كل شيء. بس لابد احنا قايلين ايه، السعاده مفيش احسن منها، والحياه حلوه مهما يحصل، وربنا كبير والحمد لله على كل شيء. خلاص كده شايفين الجمال؟ الله على الجمال والابداع. ده كيلو فينو انا عاملاه قدامكم كيلو. خلاص نحطه في الفرن كده وهنرجع مع بعض تاني. انا برضو حبيت اوريكم التانية ما شاء الله، ان انا غطيتها بالكيس ما شاء الله. شايفين البخار طالع ما شاء الله على الجمال يا جماعه ما شاء الله، والله خفيف. النجاح بتاعه ان هو تشيليه في ايدك تلاقيه خفيف ما شاء الله. لو كنت سبته يخمر عن كده كان يسقط منك، انا عايزاه يبقى محتفظ كده بجماله. شايفين الطراوه يا جماعه؟ شايفين؟ الله بصراحة هو فرح قلبي والله. العيش ده فرح قلبي والله، بعد ما كنت بعمله وانا عمالة اشخط في العيال حواليا وكل شوية نقفل الكاميرا ومش عارفة ايه. لا بصراحة والله انا هين عليا زرغت. ممكن يعني ازرغت ولا ايه؟ حرام. خلاص بلاش احسن نقول لبنى الهبل. لا هو حرام. خلاص هنغطي على برضه نسيبه
على ما اطلع التلج. طبعا انا عايزه اقسمه يعني قدامكم. ما شاء الله شايفين العيش، شايفين مفتح وجميل يا جماعه ازاي، شايفين جماله، شايفين جماله يا جماعه، والله العظيم ما فيه يعني ما فيه زي كده جمال. شايفين، شايفين الجمال، شايفين الجمال، شايفين الجمال مفتح ازاي وجميل، والله مفتح وجميل. انا شايفاه ما شاء الله ما شاء الله. اقطع لكم الرفيع ده اهو اهو، شايفين الجمال، جميل وخفيف ازاي، خفيف ازاي اهو ما شاء الله. ده كيلو عامل لنا 34 واحدة، عدانا وندى دلوقتي والله 34 واحدة. يا سلام بقى على جماله. انت بقى تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. لو انت ما عندكيش مثلا هتحطيه في التلاجة من تحت، ضيفي معلقه خل عليه في العجين، يعني بيحافظ لك عليه من انه مثلا يبتول او يتقطع، والله بيخليه ليكي جميل. انا عاملاه لعيالي السنه اللي فاتت، ما كنتش بعمله للبيع بصراحه عشان ما ابقاش كدابه. انا كنت بعمله لاولادي على قد اولادي، بس بحيث ان هو عايز كتر صواني وكده، فما كنتش عايزه ان انا البخ نفسي يعني من هنا لهنا. بس والله هو سهل جدا وجميل، وبعمله لاولادي والله العظيم يا جماعه. شايفين، شايفين الطراوه اللي فيه، شايفين الجمال اهو، والله لا كسره واحده تانية. شايفين اهو اهو، بتفتحيه اهو بكازلك من الجنب، بتفتحيه، تفتحيه اهو، بفتحه قدامكم اهو، وتقومي معبياه، تعبي فيه اي حاجه انت عايزاها، والله العظيم جميل خفيف جدا. عبي فيه بقى زي ما انت عايزه، بطاطس، عبي فيه اللي انت عايزاه. طبعا عشان هو سخن، اما بيبقى ساقع عن كده بيبقى جميل، وتفتحي بالكازلك كده وبقى جميل احسن من اللي انت بتجيبيه كمان من الفران. والله حاجه جميله، وطعم يعني طعم انا هدوقه كمان قدامكم اهو ما شاء الله، بصراحه جميل جدا، طعم جدا، احسن من بتاع الفرن والله. نفس النكهه ونفس الريحه ما شاء الله، حاجه جميله ومش مكلفه، على قد ايدك خالص. لا هتشتري حاجه من بره ولا هتجيبي حاجه من بره. خلاص. مين؟ معلش يا جماعه بقى، كان حد نده عليا وانا عماله اقطع منه واكل ما شاء الله من جماله، والله العظيم جميل جدا. عايزاكم بقى ان شاء الله تستنوني في فيديو جديد. في ناس طلبت مني سليق الفرخه، ان شاء الله هنعملها مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي الشريف. ويا رب كل سنه وانتم بخير وبصحه وبسعاده، ويسعد قلوبكم ويسعد ولادكم يا رب، ويدوكم الصحه والخير. واقول لكم ايه، يلا باي. بس ما تنسوش بالله عليكم الاشتراك واللايك، وربنا يخليكم وما نحرمش منكم ابدا.